رمضان كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم عشان كوزين في وصفة جديدة. اليوم ان شاء الله باش نعملوا جاتو ليبانيز، حاجة ياسر بنينة وتحضر فيسع. فرحوا بها عائلاتكم، جربوا معنا الوصف قلت لا تنال اعجابكم. اول حاجة باش نستحقها حطيت 125 جرام زبدة. من الافضل ديما نستعملوا الزبدة ما نستعملوش المارغرين، اللي يحب يخلط يخلط. باش نزيد معاها 100 جرام سكر محور. حطيت معاه سكر المحور ساشي سكر فاني ولا سكر بنكهة الزهر. نحاول ديما تبقى الزبده نتاعي بحراره الغرفه باش نحاول نعملها اون بوماد، جوست السكر ومعاه الزبده. بعد ما رديتها كيما تشوفوا اون بوماد خلطت بيدي. تويكا باش نزيد معاها عظمه ونواصل زاده التخليط نتاعنا. وباش نزيد ديما نستعملوا كيف البات السابلي العاديه. على 100 جرام زبده نحطوا 200 جرام فرينه. بما اني استعملت 125 جرام زبده باش نحطوا 250 جرام فرينه، والعظمه تكون متوسطه اللي حطيناها. حاول ديما الفرينه نتاعي نغربلها. طيب ما بقى لي كان باش نخلط الكل ونخلي العجينه نتاعي ترتاح نصيف ساعه في الفريجيدير. وهذه عجينتنا كما تشوفوا ما شاء الله طريه. نسيت ما حكيت لكمش اول الفيديو مع الفرينه حطيت زاده مغرفه صغيره خميره حلويات. تو بعديك المقادير الكل ان شاء الله يكونوا موجودين اسفل الفيديو. كما تشوفوا طريه معناتها نجم نشكلها في نفس الوقت ما تلصقش في اليدين. حطيتها تويكا في بلاستيك اليمونتير وباش نحطها ترتاح نصيف ساعه في الفريجيدير لو طون اللي باش نحضر لي زانغريديون تاع الطبقه الثانيه. بعد ما حطينا العجينه نتاعنا ترتاح خذينا باش نطيبوا الشحور خاطر لازم يكون بارد. حطيت زوز كيسان ماء عليهم كيس سكر وعليهم عصره قارص وشويه عطرشيه والا روح العطرشيه والا زهر، ونخليهم يغليوا من بدايه الغليان 7 دقائق ونطفيه. معناتها لازم يكون هو ليكيد شويه. تويكا جبت البيركس نتاعي حطيت فرشت عليه ورق الزبده. نجمو زاده ما نفرشوا عليه حتى شيء، انا نحبها بركه جوست باش بعد كي نخرجها تجيني الكعبه مرتوبه. وناخذ العجينه نتاعي ونبدا نفردها على الطبق بكل سهوله كما تشوفوا تمشي معايا بالكدا. نوزعها على الطبق. انا الطبق هذا نتاعي 25 على 20. نجمو نستعملوا زاده طبق كاري يكون كما تشوفوا هكا. فرت العجينه نتاعي تجي معناتها يمكن ديامتر نتاعها يمكن شي كيكا 1 سنتيمتر. وتويكا باش نحط الفوند دو تارت هذايا بتاعنا باش يطيب على 180 درجه من الفوق ومن اللوطه. جوست يطيب نص طياب دوب ما هكا نحسوه شاح سي بون نجبدوه. تويكا باش ناخذ بقيه المكونات. خديت 250 جرام بسكوت وما يكونش معناتها فيه لا شوكولاته لا حتى شيء نرحيوه. ناخذ معاه ساشي سكر بنكهه الزهر. نجم ناخذ سكر فاني اي سكر متوفر عندي معناتها فيه جو ولا قطرات من روح العطرشيه. خديت 125 جرام لوز وبوفريوه مخلطين مرحيين. وخديت مغرفه كبيره معجون مشماش. نجم نستعمل اي نوع من معجون متوفر عندي. مغرفه صغيره خميره مرطبات. وباش نستعمل بين 2 و 3 عظمات حسب الخليط نتاعي. هكا باش نصب جميع المكونات الشايحين اللي عندي. بسم الله. حطيت فقط عظمتين وباش نشوف اسكو الخليط يجيني هكاكا باهي، سينو باش نزيدو العظمه الثالثه. لازم يجي جاري كيف ما الكونسيستونس نتاع الجاتو. استحقينا الثالثه زدت العظمه الثالثه وزدت مغيرفه عطرشيه ولا زهر كيما تشوفوا يجينا هكا معناتها كيما الكونسيستونس نتاع الزرير مرخوف شوي ولا كيما الكيك زيد شويه معناتها فرينه يبدا. تويكا جبت التارت نتاعي من الكوشه باش نحط عليها 4-5 مغرفات معجون نتاع مشماش. بسم الله. نوزع المعجون بطريقه متساويه.
ماذا بينا نحطوا الخليط متاعنا يا اما في ساشي اليمونتير ولا في بوش ادوي، ونبداو نعملوا بالطريقه هذه. حتى لين الطارت متاعنا الكل تتعبى. بعد نحاول نستويها باي حاجه عندي، حتى بمغرفه، نسيسو بشويه بشويه، توزع العجينه على كل شيء. نعبيو الفراغات الكل، وباش نحطوها تيب على 180 درجة بريسك، معناتها 25 دقيقة هكاكا نجبدوها، وهي سخونة نسقيوها بالشحور اللي يكون بارد. وهذه خبزتنا كما تشوفوا ما شاء الله دوب ما خرجت، حكاية 25 دقيقة خذت معايا. تويكا وهي سخونة باش ناخو كوردون، نحاول هكا نقبها بالطريقة هذه باش يدخل فيها الشحور كما تشوفوا، معناتها هكا من الجوانب هذو الكل. وناخد تويكا الشحور متاعي اللي برد، وباش نبدا ننبيبي هكايا في الليبانيز متاعي. بسم الله. استعملت يمكن هكاكا نصف الشحور اللي يبقى ما فما حتى مشكل، نعبيه في دبوزه ونحطه في الفريجيدير، وقت ما نجي باش نعمل ليبانيز نستحقوا نجبدو. تويكا بعد ما يتشرب الشحور متاعي هكاكا دريج، باش ندهن بشويه معجون ونحط شويه فاكهه. هذه بطبيعه مرحله اختياريه، نجمو فقط نخليوه بالطريقه هذه، وديجا فيه الفاكهه ما شاء الله، وما نقسموه الا بعد على الاقل ساعه ونص ساعتين باش تتشرب وتشد بعضها، وبعد كي نعمل المغسول يبدا مرتوب ومزيان برشا. تويكا دهنت معناتها الليبانيز نتاعي من الفوق، يا اما شويه عسل ولا شويه معجون نحلوه حتى بشويه ما يزهر. وهذه الليبانيز نتاعنا بعد ما حضرت زينتها بشويه فاكهه، بالطبيعه هذا اختيار يرجع لكم. من بعد كده خليوها ترتاح هكاكا ساعه ونص ساعتين، ونقصوها وناكلوا بالشفاء، ودمتم في رعايه الله وحفظه. وهذا الجاتو متاعنا بعد ما قصيناه بالطبيعه ارتاح ساعتين من زمان، كما تشوفوا حاجه ياسر ياسر مزيانه وبريزونتابل، وحاجه ياسر بنينه. نودكم ونشهيكم ان شاء الله تعملوها في سهرياتكم الرمضانيه، ودمتم في رعايه الله وحفظه. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.